الجميلة ديالي، انا رجعت معكم في القصة الثانية ديال اليوم. القصة اللي غتلقاوها محطوطة في قناتي الثانية قصص شهرزاد، واللي ما منضمش لقناتي الاولى قصة حكاية يمشي وينضم ليها، هذيك هي القناة الرسمية. ودابا ندخل مباشرة في القصة ديالنا. هاد القصة بالضبط ما نكذبش عليكم، بحال هاد النوع ديال القصص عاودتو وصافي. كنت مقرع انني ما بقيتش غنعاود نفس الموضوع، لان تقريبا النصائح هما ولكن في هاد القصه بالضبط كاينين شي حوايج مختلفين. وصاحبه القصه كتقول لي العاره شهرزاد، كنحس ان حياتنا وعائلتنا كامله غتدمر، وانا درت داكشي اللي خصو يدار، ولكن ما وصلت حتى شي نتيجه. ودابا وحلت داكشي علاش جيت عاودت لكم قصتي. سميتي ماها، واليوم جيت نعاود لكم حكايتي وما جرى فيها، وغنبدا لكم القصه ديالي من الاول ديالها. انا تزاديت وكبرت فواحد العائله اللي على قد الحال. الوقت اللي حليت عينيا في الدنيا لقيت والديا خرجوا من العروبيه ومشاو للمدينه، من مورا ما كانوا ساكنين في العروبيه. الاب ديالي كان خدام في المدينه فحالو فحال عمامي. المهم الاب ديالي كان تقاتل وجابنا للمدينه، وحتى عمامي واحد من مورا واحد ولا كيهز وليداتو وكيديهم للمدينه. بقى تما واحد عمي هو اللي كان جالس مع جدي. ولكن واخا كنا مشينا للمدينه كانت العطله الصيفيه كامله في العروبيه، الاعياد والمناسبات في العروبيه، وفين ما كانت شي عطله كيف ما هي. وبعض المرات كنا كننزلوا السبت ونرجعوا الحد. مهم با كان كيتسطى على شي حاجه سميتها العروبيه، ويفرش في الربيع ويشوف البهايم والحواله ونتجمعوا على قصريه الطعام وناكلوا بركوكش واللبن. المهم هذوك الاجواء العروبيه كان كيتسطى عليهم، وحتى حنا كان كيعجبنا الحال حصلوا ما فيه. وباش نزيد نقربكم من عائلتنا اكثر، عائلتنا كانت عائله اللي متماسكه واللي منفتحه جدا. دابا هما مثلا حنا البنات راه ممنوع تلبسي العرا، ممنوع تلبسي التقزاب، حشومه ولعيب، ولكن حنا عندنا عادي نجلسوا مجموعين، رجال وعيالات، عراساتنا مجموعين، ما كاينش شي حاجه سميتها العيالات بوحدهم والرجال بوحدهم. عادي جدا، عمي يشطح مع امي وامي تشطح مع فلان، عادي وانا نشطح مع ولد عمي وولد عمي فحال خويا. هادشي عندنا عادي، بيجلسوا مجمعين على الضحك والمشخره والنكات وما كاينش غرامه المشكل. وهادي مثلا هاد مرت عمي النهار اللي تكون نوبسه في الطياب راه كطيب وتدي لهاد عمي وتدي لهاد عمي، ويجي هاد عمي تسخر لهاد مرت عمي. المهم هما داكشي عندهم داكشي ديال الخوت، وهادشي انا كبرت فيه وكان كيجيني عادي جدا، لان ما كانش كتجيني شي حاجه اللي ما هياش. الحصول بقينا غاديين وكنكبروا، اللي قرا واللي ما قراش. انا وصلت لواحد السن معين وكنت تزوجت ومشيت للطاليان. اما خواتاتي وخوتي في المغرب كل واشنو دار، ولكن خواتاتي كاملين تزوجوا، وكلهم تزوجوا تزويجات اللي مقادين، يعني الرجال الله يعمرها دار، هذا موظف، هذا خدام، كل وشنو. انا الوحيده اللي عايشه على برا، عايشه في الطاليان، وراجلي واحد الراجل اللي كيعرف ما بينه وما بين الله. وفوق من هادشي عائلته محافظه جدا، لدرجه ان الواسي ما عمرني ما جلست معهم في طبله وحده. بيني وبينهم ديك السلام ديال الدخله، كيمشيو العيالات بوحدهم ورجال بوحدهم. حتى من العرس ديالي ما كانش فيه الاختلاط، خواتاتي رجالاتهم، كل عائله كيفاش دايره، ولكن فحال عائلتنا وهذاك البساله اللي في عائلتنا ما كاينه الصراحه تكال. المهم هادشي كامل كوم، وهادشي اللي طرا في هاد 6 سنين الاخرى كوم تاني قبل من الكورونا بالضبط. عمي غادي يدير واحد المشكل مع واحد السيد وغيضربوا بالعتله. السيد غطرالو واحد العاهه مستديمه، وغيوقعوا بزاف المشاكل، غيدخلوا الجدارميه وغيهزوا عمي وغيديو العكاشه. غيتحكم عمي بالحبس وغيخلي من موراه مرا و4 ديال الوليدات. في هاد الوقيته كلنا تعاطفنا، صغيرنا وكبيرنا، وكلنا كنا كنتجاراو مع هذيك مرت عمي. والوقت اللي كانوا دايرين المحامي راه كلشي حد جطو، لان كيف ما قلت لكم حنا واحد العائله اللي متماسكه جدا وكنوقفوا مع بعضياتنا في هذا الشيء. مهم الاب ديالي كان كل شويه كيهز راسو، جدي وجده راه ماتوا. كل مره كيهز راسو كيمشي للعروبيه محمل مجمل، ها التقديه، ها الخضره، ها الديسير، ها اللحم، ها الدجاج اللي كيديه لامي كيديه لمرت عمي. وحنا ما كاينش الاشكال، ومرت عمي كانت كدوي معاه وهو كيدوي معاها الا كانت خاصها شي حاجه. وهذا الشيء كامل كان كيدوز قدام عينينا وعادي، ما كاينش عندنا كنقول لكم ما كاينش المشكل. بقينا جارين هكا. هادشي اللي كنعاود لكم كامل طرا قبل من كورونا وجات جرات معاه كورونا. اذا في هذيك كورونا كان غير با اللي كيمشي للعروبيه، حيت هو اللي كانت عنده ديك ورقه السماح، ديك الورقه اللي كيمشيو بها زعما اللي كتقدر تقدى بها، وداكشي الاب ديالي اللي كانت عنده. فبوحدو اللي كان كيمشي كيدي ليها التقديه وكاع داكشي اللي خاص. صافي حيدات كورونا،
ارى لكم امي ولات حتى هي كتمشي معاه، يعني كيمشيو للعروبيه كيجلسوا تما كيف العاده، وبا ديما مقدي ومحمل ومجمل وكيمشي، ومرت عمي كتعامل عادي وما كاينش غرامه المشكل. واخا مرت عمي في هاد الوقيته ما كاينش شي واحد اللي ما عيبش عليها، لان عمي في الحبس وهي عطيه الكحولات والحناني. وانتم راكم عارفين الناس العروبيه كيفاش دايرين. الناس العروبيه كيقولوا الى المراه راجلها غايب ولا في الحبس ولا مات ولا في شي قرينه كحله، انتردي انها دير الكحول ودير المكياج ودير الحنه وتخد الحاله. انا مرت عمي هادشي كامل كانت كديرو، ما كانش عندها المشكل، وعائلتنا كان ما عجبهمش الحال، ولكن في نفس الوقت كيقولوا واش غدير، واش تموت تحزن، يعني ما عجبهمش الحال، ولكن كيلقاو ليها الاعذار. كيقولوا ماشي مشكل وراجلها راه ما محكومش بنهار ولا بيومين وكيجيو المناسبات، وضروري السيده تحلق على راسها، واخا السيده راها تسرت وكان كلشي كيقولها فيها خايبه، كلشي كيقول السيده ولات كتلبس شي بيجامات مزيرين وتحزم وتخرج صيغانها في الواد باينين. المهم شي تخربيق بحال هكا اللي كان كيوصل لينا. المهم هي هذيك، حنا ما تسوقنا ما دوينا ما تكلمنا، حتى امي ولات كتمشي مع با العروبيه. فاش ارى لكم امي ولات كتمشي مع با العروبيه ولات كتلاحظ شي حوايج اللي ما هماش. اولهم ان با ديما مخشي في الكوري مع هذيك مرت عمي، ولا كتجي هي ماما كتكون مثلا في الجنان ولا شي حاجه كتجي كتلقاهم مخشيين في الكوزينه، ولا كيبقى يلعب معاها ويضحك معاها واحد اللعب اللي ما هواش واللي كتحسي به، حيت حنا كنعرفوا الهضره العاديه اللي ما فيها حتى شي حاجه وكتعرفي شي حاجه ما هياش. ترى لكم امي عيطات لواحد اختي عاودت ليها، واختي جات وقلبت التليفون ديال با ولقات ان با ماسح كاع الرسائل اللي ما بينه وما بين هذيك مرت عمي، ولكن مخلي المكالمات البنات كانوا بنص ساعه وبالساعه وبالساعتين، يعني كانوا كيشدوا الحته والنهار وما طال. المهم فاش شافوا هذاك الشيء عرفوا شي حاجه ما هياش، ومن هنا بدات المراقبه، ومن هنا بداو كيردوا البال. المهم دوزنا هذيك المده في 2023 المهم القضيه كتبرد وكتسخن، وحتى لهنا كنقولوا لا حقا راه راجلها ما كاينش، لا راه كيمشي عندها، لا راه كيتقدى ليها. المهم هادشي اللي كنقولوا حتى 2023 في الاخر ديالو راجلها كان خرج من الحبس. قلنا صافي الموضوع غيتسد هنا، ما غيكون حتى شي مشكل. في الاخر ديال 2023 في العطله الصيفيه باقي كنعقل، كنت انا نزلت للمغرب البنات، وكنت انا ما فخباري حتى شي حاجه من هادشي. في هذيك الوقيته كنقول لكم ما كانش في خباري مرت عمي وداك اللعيبات، ولكن ماما ما قالتش ليا راه مرت عمك راه عندها علاقه مع باك، اولا راه كنشك انها عندها علاقه مع باك، هذه ما كانش في خباري. ارى لكم انا فاش نزلت في 2023 كنا مشينا للعروبيه، وولدي الصغير كانت عنده ديك الساعه 3 سنين. انايا جالسه وهو يجي عندي، مهم جا عندي كيلعب شويه وانا نقول له سير عند باك حنينك، هو يقول لي جري عليا. قلت له كيفاش جري عليك، على فين شتيه؟ قال لي قبيله شفتو في الكوزينه، واحد الكوزينه عندنا في برا، هذه بحالها كلها بالتراب، كيطيبوا فيها غير هذاك الخبز ديال التراب، فيها الفران ديال التراب. بحال دابا بغاو يطيبوا الكسكسو في الكانون كيطيبوا تما. عاد كاينه الكوزينه اللي داخل ديال الدار هذيك فيها البوطه. قال لي في الكوزينه، قال لي لقيتو كيدير بيزو لتاتا فلانه على مرت عمي. قلت له كوا؟ هو يقول لي لقيتو كيدير بيزو لتاتا فلانه وجرى عليا. انا تصدمت، هزيت راسي مشيت نيشان عند اختي حتى هي كانت تما. مشيت عندك ليش لهنايا؟ على فكره انا ولدي نيه وحده وهبيل، ماشي شي واحد مقراص نيه وحده. مشيت عند اختي قلت لها شي نقول لك، علاء رجع عندي واش قال لي وهي تشوف فيا، وهي تقول لي اويلي هاد اختي هي اللي داويه معاها امي. قالت لي اويلي، قلت لها والله، وهي تشدني وتقول لي واجي نعاود لك بيتي، وهي تحط لي الدوسي دو ا زد. ايوا تما بالضبط في هذيك 2023 في الصيفيه جلست انا واختي تما تقريبا 20 يوم، درنا ليهم المراقبه المستمره، ويا ريتنا ما درناهاش، لان تما كنا تاكدنا بيناتهم علاقه. تخيلوا كتخرج هي كيتبعها هو، بغيتي با قلبي عليها هي تلقايها معاه، كتجلس وتعري لك الصيغان وتشوف با وتضحك. كيصيفط ليها با مثلا، با كيكون كيكتب في الميساج، حنا هادشي مراقبينه، كيكون با كيكتب في الميساج شويه
حتى كتبان لك هي طلع لها التليفون فيه الضو، كتهز التليفون تضحك وتشوف فيه، وحنايا مراقبين الوضع غير من اتساع. مهم تلفنا ما عرفنا ما نديرو. اختي قالت لي ويلي شهاد العجب، ناضت اختي دوات مع امي، قالت لها شوفي امي اللي نطولوه نقصروه راه السيده مع السيد. قالت لي شوفي كيفاش ديري. ناضت امي مشات عند با، قالت له بينك وبين فلانه شي حاجه. ناض با لامي قال لها واش انت باغا تنوضي تقتلي، واش انت باغا طيحي الرواح، واش انت مسطيه، واش انت ضربوك الهبال، واش انا غتكون عندي مع مرت خويا شي لعبه. وتضارب مع امي لدرجه قال ليها عليا بليمي اللي حلفوا بيه الرجال شلغميه ومازال تقولي هاد الهضره راه غنكون مطلقك بالثلاثه. انا في هذاك الوقت كنت ديك الساعه صافي يعني سالينا التسافر ومشينا في حالاتنا. عطات لي امي وقالتها لي وبقات واحله فيا. اويلي ميمتي اويلي شهاد الوحله. المهم مشيت واختي بقات مراقبه، مره تهز التليفون ديال با وكتقلبو وكتلقى نفس الحاجه، لي ميساج محيين ولكن المكالمات دايزين. بقينا جارين اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا حتى النهار البنات اللي غندوي مع اختي وغنقول لها شوفي اللي نطولوه نقصروه غادي ديري لبا شي حاجه ديال التجسس في التليفون. قالت لي وا كي غندير ما كي غندير، قلت لها ديريها. دارت هذاك واحد الاخر ديال التجسس، ولو اي ميساج كيوصل للتليفون ديال با كيوصل ليها تما غنكتشفوا وغنتاكدوا ان فعلا بيناتهم علاقه، وكانت اي حاجه كتوصل كتشدها وكتسكرينيها وكتصيفطها ليا. بيناتهم الحب والغرام والعشق والهيام وعلاقتهم واصله حتى للفراش بالدليل والبرهان. المهم اختي كتقول لي اش غنديروش ما غنديروش، نوضوا الحيحه ما نوضوش. كنقول لها بلاتي ما تهضري ما تتكلمي، حيت حرفيا الا با الا عمي ساق الخبار يصدقات البا ولا تنوض شي حيحه وهذا. ومن غير هذا الشيء كيف ما قلت لكم حنايا كاملين مزوجات. هذيك مرت عمي عندها وليدات صغار وعندها وليدات مزوجين، العائله كامله. هذا واحد الفضيحه غطر علينا ما ليهاش الحد وما ليهاش ما ليهاش الحد. المهم دويت مع اختي قلت لها شوفي اختي ما تهضري ما تتكلمي، خلي الموضوع هكاك، انا غنزل ويكون خير. وانا راجلي الا مشات تسق الخبار ما غيعجبوش الحال. رجاله خواتاتي راه هادشي راه فيه البنات راه فيه المشاكل راه يقدروا نطلقوا فيها. راه شنا هي باك مع مرت عمك اويلي راه بزاف. المهم هي هذيك والمساله راه ما بقاتش في باك ومرت عمك والعلاقه امتى بادين وما بقيناش عارفين هذوك ولاد واش ولاد ولا ماشي ولاد. الله اعلم الله اعلم واش داكشي بادي غير من نهار اللي تدرج لها في الحبس ولا من قبل. الله اعلم البنات الله اعلم. الحصول ما فيه بقينا كنسجلوا حتى جيت انا في الصيفيه. جيت في الصيفيه كنت نزلت العروبيه، نزلت عندهم لتما. دوزنا تقريبا واحد اليومين، كنت طالقه عيني حتى لواحد العشيه. واحد العشيه هي مشات باش تحلب البقر، هو يتبعها با، غير دخل با الكوري وقفت عليهم شاف فيا با. قلت له باش كدير هنا؟ قال لي لا جيت نشوف الحليب. قلت له شنو بغيتي تشوف الحليب واش سخون ولا بارد؟ وهو يقول لي لا بغيت نشوف واش البقر باقي كيعطي الحليب ولا لا. هز راسو وخرج. مشيت عندها درت كريسي حتى البقره، درت كريسي وشفت فيها. قلت لها سمعيني اللي نطولوه نقصروه، انا في خباري كل شيء ولا ما نبقاو نضحكوا على بعضياتنا. انت في خبارك اويلي انت كتقولي؟ قلت لها شوفي انا عارفه انت وبا مصاحبين وبيناتكم علاقه وعندي الدليل والبرهان، بغيتي نسمعوا لك. دابا انا غنقول لك جوج ديال الكلمات، يا غتعطي لبا التقار ويتسد هذا الموضوع خلينا بلا ما نوصلوا شي ماصل اللي ما هماش، يا قسما بالله اذا ندير لكم شوهه عالميه. سيده تبدلوا فيها اللوان. وفي الاول بغات تقول لي لا حكا والواد ما كاين حتى شي حاجه من هذا الكلام، حتى كنت جيت وقلت لها لا ماشي انتي اللي صيفطتي لبا احقا والواد نتلاقاو حدا الجنان. شافت فيا قلت لها والميساج عندي بلا ما تهضري معايا. هي كيسحب لها الوقت اللي صيفطات له الميساج انا صورته ولا شي لعبه، ما كانش كيسحب له الميساج كانت فيه حتى واحد المعلومه ما نقدرش نقولها حيت الا قلتها تقدر نتعرفوا حنايا. المهم انا فاش قلت لها الميساج كيف ما كتباتو كيف ما قلتوا ليها بالضبط، السيده تخرجات بدات كتخرج في الهضره ولا وهي تقول لي قالت لي ولا وراه هو اللي تبعني وانا ديما كنقول له ويلي يا عبد الصمد ويلي وخوك يسق الخبار. قالت لي وهو اللي لاصق فيا وهو اللي ما بغيتش تفرق معايا. قلت لها دابا شوفي خلينا من هو اللي لاصق فيك وانت اللي لاصقه فيه وداك الهضره انا ما كيهمنيش هادشي. قلت لها انا كنقول لك قطعها برات برا، خلينا نسدو هذا الموضوع هنا. وهي شافت فيا طلعت عليا وقالت لي
البزيزي لهنايا يتسد الموضوع، ما عمرو مازال يتجبد مره اخرى. قلت ليها صافي، هزيت راسي خرجت. تقريبا يومين حنا مراقبين با مدوى ما تكلم معاها. من موراها با قالك احقا ما حقا خصني نرجع للخدمه، هز راسو ومشى. المهم صافي حنا قلنا الموضوع راه تسد هنايا، با ما بقاش باغي يشوف فيا، ما كنشوف فيه. المهم بالنسبه لينا حنا تسد الموضوع. دوزت داكشي اللي غندوز انايا في العروبيه، مشيت عند واحد خالتي وداكشي حيت خالتي كاينين تما. مشيت عند واحد خالتي درت عندهم، هزيت راسي مشيت انا وراجلي عند عائله راجلي. من موراها طلعنا للطاليان دوزنا شهر 9 شهر 10 الاول شهر 11. رجعت ريما لعادتها القديمه ورجعوا كيكتبوا الميساجات لبعضياتهم، وباقي هذاك ديال التجسس باقي في التليفون ديال با. انا لكم اختي فسقت الخبار، عيطت ليا قالت لي الشريفيه راه رجعوا كيهضروا مره اخرى. وانا نقول ليها ويلي، قالت لي قسما بالله، قالت لي ها هو رجع كيهضر معاها وقال ليها انا راه صيفط لك الفلوس، ويعني في الميساج في مكتوب، وصيفط لها هذاك الكود ديال الفلوس، وقالت لي صافي تنهبط للسوق وناخذ الفلوس. انا هزيت التليفون وعيطت لها، قلت لها الو. قالت لي الو. قلت لها ما فهمتش. قلت لها قلتي لي ما غيبقى بينك وبين با حتى شي حاجه، وعلاش دابا با مصيفط لك الفلوس وعلاش باقي كتهضري معاه؟ قلت لها ديك المره هضرت ولكن دابا غندير. قلت لها وعليا بليمين الا نزلت للمغرب هاد المره، الا ما ندير لكم الشوهه والفضيحه ونحط لكم الرسائل وداكشي اللي بيناتكم، ارد عليا. لا وقسما بالله ما بينه وبينه شي حاجه. وراه هذوك الفلوس اللي صيفط ليا وفلوس البقره وفلوس العتروس، وبدات عليا بالتخربيق وداكشي ديال التمعكين واحقاو الواد وباك باغي يدير استثمار وطبعا شي كذوب ما نقولش لكم. المهم قطعت معاها، ناضت السيده تم صيفطات لبا ميساج وكتقول لي شي قلت ليك راه بناتك على الله شنو كيديروا باش مراقبينك، بنتك راه عيطات عليا وعرفات الفلوس اللي غتصيفط ليا تخرج عليا. ناري مو كيساق الخبار السي محمد اش يدير ليا. وبا ما كانش رد عليها، انا كنت عرفت انه غيكون حيت عليها. المهم عيط عليها. من موراها هذوك لي ميساج اللي كانوا كيوصلوا لينا ما بقاوش، وقبل بعدا من هذوك لي ميساج اللي كانوا كيوصلوا واللي عندي مسجلين، كانت كتقول على امي غير بوجنيبه، وبا كيقول ليها وشحال من مره كيكونوا كيهضروا كيقول لها توحشك، كتقول ليه على بوجنيبه اللي حدا، كيقول لها انا ديك بوجنيبه اللي حدايا ما بقاتش معمره ليا العين، وشوفي حالتها كي دايره وغلاضت ودارت الكرش ومزمره، وهاد مرت خالي هاد مرت عمي ياك ما كيسحب لكم شي زين وبجي بكري شي، لا علاقه، راه لا علاقه هي، غير هي ضعف من مي واحد شويه فقط. وحشت الحرام راكم عارفينها كتحلل بعد الرجال ماشي لكلشي، بعد الشميت ماشي رجال. المهم هي هذيك ما خلاتش فينا لا سبه لا معيار. انا كتعيط عليا غير الشيطانه، اختي كتعيط عليها الرتيله، المهم كاملين دايرين لنا السميات، وبا غادي معاها في الهبال. المهم هي هذيك دوزنا واحد المده، با ما بقاش باغي يسمع كلام امي، ما بقاش باغي يسمع حتى صوتها، يدخل بالنقير ويخرج بالنقير. اصلا با كان سقرام مع امي من ايام، قالت لك امي ما بقاش كيبغي يعطيها الدرهم هي الاخرى. امي فاش كتبغي تهبط العروبيه ما كيبغيش يهبطها معها الا كانوا البنات، وقالوا ليه احقا والواد بغينا نهبطوا كاملين العروبيه عاد كيهبطوا. قالت لكم فاش كيهبطوا وهما فحال ولاو واخدين احتياطات ديالهم ما بقاوش كيف ما كان، ولكن امي شاكه وكتقول لخواتاتي لا هادو باقي بيناتهم شي حاجه، وخواتاتي كيقولوا ليها لا ربما راه غير شاكه، ما كيبغيوش ياكدوا ليها. امي كتقول لهم لا باكم تغير ما عرفتش اشنو طاري. با فسق لي الخبر غنزل المغرب، عيط قال لامي قال ليها غتنزل وفين غتجلس وهي ولادها قباح وما تجيش عندي هنا وما تنزلش للعروبيه. وانا عيطت لبا قلت له السلام با كداير لاباس عليك؟ قال لي الحمد لله. قلت له كيفاش ما نجيش وما ننزلش للعروبيه؟ قلت له واش شطيتي؟ قلت له زيت انا ما جايش عندك انت، انا جايه عند خالي عند عمي السي محمد، وهو يقول لي ايه وانتي ولادك قباح ولادك ما مربينش وكتجيو وكديروا. قلت له با انا جايه وانت عارف وانا عارفه، وقطعت عليه. ايوا با عيط مشى عند امي وبدا يعاير فيها وقال لها بنتك ما كتحشمش وبنتك ما نعرف، انا البنات سالفه ما عارفاش كيفاش نتصرف وكيفاش ندير، انا نازله دابا للمغرب انا وراجلي. هاد خيتي انا هددتها وجيتها نيشان وقلت لها عندي الميساجات ديالها، وحتى دابا عندي الميساجات اللي كنا سجلنا في الوقت اللي رجعت كتهضر هي وياه وكل شيء. انا ما عرفتش كيفاش غنتصرف معاها، ما عرفتش كيفاش غادي ندير. هددتها راني هددتها وما ربحت حتى شي حاجه. انا ما بغيتش الشوهه، يعني اللي غتنصحني ما تقولش لي شوهيهم، حيت انا الا مشيت تشوهتهم غنشوه راسي، وانا ما راضياش قدام راجلي، ونقدروا نوصلوا شي مصل اللي خايبين مع راجلي ومع رجالات خواتاتي ومع العائله وفضيحه في الدوار كامل، وما كاينش اللي ما بغيش يفرح فينا هذا الشيء الا ما عمي هذا الشيء جنويه وخشاها في با. انا راه عمي راه غير مضارب مع واحد على الارض ضربو بعتله،
انا البنات تلفت، بغيت شي حل اللي فرق هاد الصقعه من با ويعطيونا التقار. انا بغيت لهم جهنم، انا بغيتهم غير يتفرقوا باش ما يتنوض شي مشكل كبر من هاد المشكل اللي حنا فيه. وبا راه عنده الحفايد، هي راه عندها الحفايد، العائله كامله لا صاغت الخبار غيولي فيها مشكل. ما عرفنا لا كيفاش نتصرفوا ولا كيفاش نديروا في هاد الكارثه. الغزالات ديالي هنا سالات قصتنا. ما تنساوش طبعا تخليوا الاراء والتعاليق ديالكم لصاحبه القصه، وما تنساونيش من التعاليق الزوينه. هنا ما بقى لي الا نقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم. كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.